بغيتي وما عرفتي ما ديري الكوتي، اجي نحضر انا وياك مسمنات معمرين. عندي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا قطعت 3 ديال البصلات وحطيتهم فوق نار مهيله، ضفت ليهم شويه ديال الزيت كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال الملحه. من بعد غنحاول انني نبدا نحرك هاد البصله ديالتي باش المكونات يتجانسوا مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا. من بعد نزلت لي هاد البصله واحد شويه، انا كنعاود نحركها. بدات هاد البصله تتعسل، غنخليها مازال واحد شويه. من بعد غادي نضيف فوق منها الكفته. ماشي بالضروري انك تكون عندك كميه كبيره في الكفته، انا هادشي اللي متوفر ليا هو اللي خدمت به. كما كتشوفوا معايا كنحاول انني نخلط الكفته مع البصله اللي ديجا هبطت لينا شويه في المقله. كما كتشوفوا تنضغط عليها، راه هاد الطريقه البنات تتجي ديك الكفته تطلق هذيك الليدان ديالها في ديك البصله، تعطي واحد لوغو اللي زوين بزاف البنات. كما كتشوفوا تنحاول انني نخلط البصله ديالتي اللي عندي كامله في المقله، ندخلها وسط من هذيك الكفته. كما كتشوفوا استمريت في التحريك حتى تجانست ليا هاد المكونات اللي عندي هنا، البصله والكفته تجانسوا. من بعد بقيت كنخلط وتنحاول انني نفرتك مازال هاد الكفته، حيت واخا هكاك ما تفرتكتش ليا مزيان. كما كتشوفوا البنات عندي 2 حبات ديال الفلفله خضرين و2 حمرين، غنضيفهم فوق هاد الحشوه اللي عندي وغنستمر في التحريك كما كتشوفوا معايا. من بعد غنضيف القليل من الابزار والقليل من التحميره كما كتشوفوا، غنضيف قليل من الكركم، قليل من الزنجبيل، وغنحركها مزيان باش العطريه ديالتنا تدخل في هاد المكونات اللي عندنا في المقيله. كما كتشوفوا من بعد غنضيف القليل من المطارد. البنات المطارد كما كتشوفوا غنحاول انني نضيف غنزيد شويه ديال الزيتون كما قلت لكم. من بعد غنحط الحشوه ديالي على جنب ونمشيو نقادو العجينه ديالتنا. دابا خديت البنات العجينه اللي كان سبق لي عجنتها قبل ما نبدا نصيب في الحشوه وخليتها ترتاح. غنبدا نكورها كويرات صغيره ونحطها على جنب كما كتشوفوا. بيان سور وسطح العمل يكون مدهون كما كتشوفوا معايا. كورت كويرات. دابا غنحاول انني نبدا نورقها ونشكل مسمنات مربعين ونحطهم على جنب. من الاحسن البنات تورقوا الكره حتى يبان لكم سطح العمل كما كتشوفوا. غناخذ الكره الثانيه، غنكرر معكم العمليه حيت كاين اللي ما تعرفش كيفاش الطريقه ديالته. والبنات الا بغيتوا المسمن يجيكم مزيان خاصكم تورقوه مزيان. كنأكد عليكم هاد الحاجه باش كيجيكم هذاك المسمن فتي وهشيش. نتوما ها هي المسمنه الاخرى عاوتاني كنحاول انني نورقها قدر المستطاع وكنربعها. غادي نكمل هاد البنات هاد العمليه حتى نكمل كاع الكرات اللي عندي ونتلاقاو من بعد. من بعد ما كملت البنات كما كتشوفوا معايا خديت المسمنات المربعين ديالي وغناخذ الحشوه اللي صوبنا قبل وهي ديجا واجده وبردات، وغادي نبدا نجمع الجوانب بحال غادي نصيب شي جوا بحال هكاك. كما كتشوفوا كتجي المسمنه زوينه ومحيطقه. غنعاودو نكرروا العمليه مره اخرى. غنحطوا الحشوه الوسط وغادي نبدا نجمع هاد الجوانب ديالي. ما خاصش المسمنه ديالتنا البنات تكون غليظه من الجوانب كما كتشوفوا باش كتجينا مقاده وكيجينا فورمه وحده. هانتوما البنات كما كتشوفوا عاوتاني خديت المسمنه الثالثه غنحط الحشوه الوسط
كما كتشوفوا. وغادا نبدا نجمع عاوتاني الجوانب. غنكرروا هاد العمليه حتى نكملوا كاع الحشوه اللي عندنا في المسيمنات ديالنا. كما كتلاحظوا معايا هنا بديت كنحط الزيتونه الوسط وتنضغط عليها باش تشد البلاصه ديالتها هكذا. كنحط الزيتونه وكنضغط عليها كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات ديالنا. من بعد غادا ناخذ بيضه، انا ضفت فيها القليل من الخل وشويه ديال الموطار تعطيها واحد التحميره زوينه، وبديت كندهن في المسيمنات ديالي. من بعد البنات ما نكمل الدهين غادا ندخلهم للفران يطيبوا على نار مهيله، ونتلاقاو في النتيجه النهائيه. وفضلا وليس امرا، الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم اي جديد عندنا. شوفوا البنات، هذه هي النتيجة النهائية. شوفوا المسمنات كيفاش جاو زوينين. شوفوا على تحميره جات فيهم، كيجيو لذاذ وبنان. هاد المسمنات البنات راه تقدري تصيفطيهم مع ولدك لليكول، تقدري اللي جايين عندك الضياف تصايبيهم. المهم البنات راهم مسمنات ديال تحميره الوجه.